الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة نعم. الحبر الفهام نعم. سراج الدين الحريري رحمه الله. نعم. ومشارهين دفتر مكو كان قوار مكو شارهين إيال مكو. نعم. وهي الحد. نعم. وناويك حد الكلام. نعم. الحد كما يمنع الشيء المحدود من الخروج أما حد به. نعم. ويرى حد كوكو حدد هونde waɗantande haddude yaltude gaagako dottanako. Wiyete dottode koko dottuɗa ko taw ko kanu tan naatata ko wana ɗum fo yalta. Wa yamna'u ghayrahu en haɗa ko wana min ad-dukhuli fihi. Kanko joom haddu o yaltata ko wana mo naatata. Wa minhu ko ɗo jaa istiqaqu hududi daari keeri galle ko ɗon yalti keerol galle ko a holla ko wana ɗo ko jaaka e galle woni ga ko galle. wal haddu fi lughati huwa al man'u. haddu fi al man'u do wonno kanum ko hadde goddo nandude mum. wa minhu ko do sumiyal bawabu haddada gardien damal wi haddad liman ihi tariqa min ad-dukhul. wan naw'u non ko wi nawgo far'u lil jins kanum ko charal iwar ko jinsu alladhi huwa al aslu fami ko gadi tahawwalu jinsan saaji faru ne wona jinsu dum non ko idha shtamala ala asnafin so tam jogi simfuji kew kattamri sam tamru joni ko faru wonande afami jinsul halawa ko weli woni lasni besnore welde fof woni lasni tamoro salti en kon tamoro hoore mudum kadi wonti afami de mbimi lasli ko heewi tamroje ne kewi façon dum ko hala ko gadi tahawwalu yama faru o waydo wonde jinsan dum non ko idha shtamala so mufti ala asnafin so jogi simfuji ايوه بسم الله كالتمر كون تمر هو نوع كنوع لجنس الحلاوه هو جنس نون كو جنس لانواعه من البرني والمعقلي وغيره فناتيا اسمع كو يهودي تو ما اقول المعقول دو كو مصدر عقل يهودي فهم الله عقلنت يقال لي عقلت الشيء فهمته ومثله من المصادر التي جاءت على وزن مفعول مصدر الجارت هو مفعول جوي. أنا عندي جون ساوي زيد ضرب يضرب ضربا كمصدر ضارب اسم الفاعل مضروب كو نتو بيادو جون ودde وزن مفعول فو هي wonde ko badado golle kono maf'ul arab maana masdar dum don afami hewan kono o ko hen ja ayan ko ifamu faham mallahu ma'qul non ma'qul ومثله من المصادر يرمك مصدر التي جاءت على وزن مفعول كميسور كهنجاء ومعصور كهنجاء ومخلوف فهم وعند بعدهم وبأن قوله تعالى بأيكم أون أمون المفتون كمصدر أفهمي دي فتنا هل أمون وني المفتون جمع فهمي دي كاج ما أنا فهمكم مصدر فتنا وإن الأكثرين أنه مفعول كمفعول والباء كزائد فهم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون قال من أفهمي دي وني بينادو بيتولينادو نانادو أفهم مفتون دم سو حديث مفعول ولا لا وفتنا مكادي ورن مفتون ما أنا فهمي دي قدو كاد وانا اسم مفعول مودان افهم ايوه دون المفتون نجم تو شرح مراقيدو محلوفكم مجلودكم معقول مصادر يزينها المفعول كذلك المعسول والمحصول فصلي ايها النبي ديكاوان تنولي رهد جويا يفوق معنا فهم مصدر جوجي باب الكلام حد الكلام ما أفاد المستمع. الكلام عبارة عما يحسن السكوت عليه دون الكلام تورتم الفائدة بتفائدة تمان ولا يأتلف نون حال رندته من أقل من كلمتين ومن كن قديد واو. فأما قولك صاح بمعنى أسكت وما بمعنى أكفف ففي كل منهما سنقال قرب الضمير مستتر الخلاف ساوي إدريب جون اللي بكلمة قرب كون أنت ننتو
اذهب أنت ودك ونند بيعرفوا أن الضمير مستتر للمخاطب والضمير المستتر نون يجري مجرى الاسم الظاهر اللي كان مكو على اسم الظاهر فكان لازم انقضاء الكلام ود حالك في بيدونك بلفظتين كونغودي وكذلك قولك قمت ساي قمت إقامة في تاء اسم وما أشبهه فورنا بمنزلة كلمتين لأن التاء التي هي الضمير بمنزلة الاسم الظاهر فأما قولك ساي زيد تن أدجي وقام تن أدجي وهل تن أدجي فيسمى كل منهما غورن فو إن إذا انفردت تلدي بيتك كلمة بكلمة ولا يسمى كلاما بيتك كلام لأنه لا يحسن السكوت عليه فإن وصلته بقولك أن قمت سمي كلاما لحسن السكوت عليه ويسمى أيضا يكر كلمة لكونه من 4 ألفاظ سبوني كونغولي ناي فاهم لكونه من 4 ألفاظ سبوني كونغولي سوني كونغولي ناي دنا واوي ركدي أفهم كلمة كون كو بودي سلوده ko ismu fiile harfu so be ndendi tan ko kalimu wete harfu taaki nay ismu fiile harfu so gardi ko kalimu nafti naftani fo kan hatta mi kalimu so nafti wa kalamu wa kalimu so naftani wa kalimu afan hala non so nafti hay so ismu didi mubtada khabar tan so nafti ko kalam kala ko nafti tan ko kalam kam tan fo so gardi ko kalimu nafti naftani goto be don ko kalimatu gasi ويسمى أيضا كلمة لكونه من 4 ألفاظ والكلام حالا ينعقد أن في بونو من اسمين إنديتان كما مثلناه وأمر متبعون وتسمى الجملة المبتدئية وتسمى الجملة إن الجملة المبتدأة به اسمية وي جملة بدرادو يدو اسمي وأمر متبع وتسمى إن الجملة المبتدأة به جملة بدرادو حالا يدو اسمية أو من اسم فيل ولا حال نرند اسم فيل كما مثلناه من دونه ساعة زيد وتسمى أو يدو جملة فيلية مبتدا خبر سنغاردي جملة ويدو جملة فيل فاعل سؤال جملة ويدو جملة فيل فاعل جملة فيلي حرف نون الله جملة حرفية الله حيث حرفه هيدي هوري حتى سو هل زيد قائم جملة اسم تاميت سو هل قام زيد جملة فيل تاميت حرف تسكتاكي إند جملة ولا ينقض الكلام المفيد من فعلين وبي حال نفتو كم واوا في بعد فعل جديد ولا من حرفين وانا كرف جديد ولا من فعل وحرف وانا فعل غور حرف غور ولا من كلمه افهم من اسم غور حرف غور فواون وبي حال سنرند فعل ديتان كاي ما رندو ونا سب فعل نامي فاعل فاعل ادان اي جاء اي ضرب وخرج واون حرف ديغال واون ان لم افهم ان افهم كان ولا لن الا tan jeewa lan jeewa afami kay tan dinna wawonde fil goto kadi harfu goto wawonde bida hal jaa tan dijjuda wonta ismu goto kadi harfu goto wawonde illa fi nida so ndo babu nida ismu harfu den den do won hal sa ya zaidu famama kono ya ulum ti ko fil liko abdu illa fi nida mithlu qawlika ya zaidu li anna harfa nidai hal jippi ko mahallal fil alladhi huwa ad'u zaidan falas ad'u jogi wala unadi wala falas unadi jogi ومن هذا الوجه كوي أورو فصون كوي نغودو يس أستدل تندنا على أن كيف اسمه دو فاما كيف كو اسمه لين عادي حسب مفي بما الاسم سو وندي اسمه غودو كلاما تاما كيف سو أدي اسمه غودو نون حال في قولك دو كونغول ما ساي كيف زيد لا يجوز أن تكون حرفا ووند حرف لأنها ليست بحرف نداء وانا حرف نداء حرف نداء تنو ينتنو اسمه وانا حالا كم كنون وانت اسمه وانا حالا ودكو اسمه فتناقض مع الاسم كلاما تاما ومفي وندي اسمه وندي حالة تموكا كانكو كيف سو أدي اسمه دان حالا تم ولا يجوز أن تكون فيلا ووند غير فيل لأن الفيل يليها بلا حاجز سبي كانكو كيف وفيل نراوي مكو على كل لومبين ودو وانا كرفيل كما قال الله تعالى علي كيف فعل ربك ودو اللي كيف وانا فيل سو وانا فيل وانا عرفنا وانا تنكو خلاص فلما خرج في قولك أفهم دينو يلتي كونغول ما دum binda kayfa zaidun wa yalti an takuna harfan wa an takuna filan dalla ala anna ismu li annahu aslun sabdu wa lasli faradadnahu ilayhi annahu timud wa naw'uhu alladhi alayhi yubna ismu fi'l thumma harf ma'na aqulu bima al-ismu mushtaqun min as-sumuwi wa li hadha qad sughira ala sumayyin
وإنما سمي اسما سيوي عم اسمه لأنه لما استغنى عن يدنم عن الفيل والحرف سما عليهما وبمت الدم ثم أدي اسمه يلتق من السمو والارتفاع دانو كانغو واوي ورد غاغا هديبه ويا اسمه لأنه لما استغنى عن يدنم عن الفيل والحرف سما عليهما والحرف سمي حرفا لاستغناء الاسم والفيل عنه سب اسمه هارمون فيل هارمون باي مجري تشغال مكو كانغو يا حرف إذا اختلف كم بيسو بندي أم باي ياد فكأنه ود إليه حرف صار بمنزلة أفهمي بمنزلة الآخر اللي سكت هون كو سكت حرف كو شابتم فيرت وني شابتم تود أفهمي دي بردي نباي مجري تشغال لأنه وقع عرفا وآخر كل شيء نمكو حرفه سكت كلام دي حرفه والمراد بقولنا حرف معنى أيكو معنى من معاني الكلام العشرة معنى جي كلام سابودي تو حرف وان معنى جويهم والمراد بقولنا حرف معنى أيكو معنى من معاني الكلام العشرة حال جوي معنى ساب ود حرف تنو وتر معنى جديد التي هي الخبر وديكو خبر والاستخبار وديكو خبرنا دي والنام نادي والأمر وديكو يميد والنهي وديكو هادغول والنداء وديكو نودغول والقسم وديكو وندو والطلب وديكو دبر والعرض أفهمت أفهم عرض نودي والتمني نودي أفهم والتعجب دي ما نسب ود حرف فوق جوجي ما أنا أقول ما أنا ثم عرفت إن الحرف إنما يراد به لمعنى في غيره وموتك ما أنا أقول تنامك لا في ذاتي وأنا ذاتك ألا ترى أنك إذا قلت هل زيد عندك فالاستفهام يعني عن زيد الذي هو اسمه وإذا قلت هل قام زيد فالاستفهام عن الفيل الذي هو قام ولا تدل نفس لفظة هل على معنى في ذاته بل على معنى في الاسم والفيل معنى عند اسم الفيل والفرق بين حرف المعنى وحرف الهجاء سير حرف المعنى وحرف المعنى كأن حرف الهجاء جزء من الكلمة وحرف المعنى كلمة بذاته حرف المعنى كان كلمة هارمود هل أو كلمة سو حالا رندني متسكة أما نسأي مرتو ولا سأي جاء زيد زين قرد زيدو أنكو حرف الهجاء سبكو جزء زيد كان قرر على فيرو سلنكو جوي وحرف الهجاء والفرق بين حرف المعنى وحرف الهجاء أن حرف الهجاء جزء من الكلمة وحرف المعنى كلمة بذاته فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى للاسم عدة علامات وإنما اقتصرنا منها في الملحد سأي كالدنتو تجيلتو على حروف الجر وإنما اقتصرنا منها سأي ندبني ماله في الملحد تجيلتو على حروف الجر لكونها أعم علامات وانبر وان عام فهمت وبدخول حتى على إذا سبي أيان حتى أنا إذا في مثل قولي حتى إذا جاءوها ودولي إذا كو اسمه سبي حرف الجر ناتمه ودو استدل على أن إذا اسمه ومن خصائص علاماته أن جاء كيل ما اسمه التنوين وقد تضمنته الملحد ملحن مفتد عند ذكر إعراب الاسم المنون والنبي الاسم الفريد المنصرف تنهو اللي ندك كو عند التنوين وبالتنوين كتنوين ونو استدلت نرى على أن صح وما وأف وتف ورويدا وهي هذا أسماء بفوق عند للحاج التنوين بها في قولك صحيح ومهين وأف وتف ورويدا وهي هاتين وبه كارك التنوين استدل أيضا على أن إذا اسم لدخول التنوين عليه في قولك حين إذن ويومئذ ودك على أن إذ وبه استدل أيضا على أن إذ أنا على أن إذا اسم لدخول التنوين في قولك حين إذن ويومئذ ومن خصائص الاسم غير جواز كونه فاعلا جبد وند فاعل نحول ندوك اسمه وبه استدل على أن الضمائر المتصلة بالفعل أسماء في قولك قمت 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 قمنا ومن علامات أيضا جواز كونه مفعولا وبه استدل على أن إياك اسم كقولك إياك قصدت إياك قصدت ومن علامات جواز الإخبار عنه جواز دغار الإخبار خبرا عنه كامو دون دوكامو خبر ولا مبتدا وبيستدل على أن أنا وأنت ونحن أسمع لجواز قولك أنا بيا خارجون وأنا داخل وأنت مقيم ونحن منطلقون والفعل ما يدخل قلب والسين عليه مثل بان أو يبين أما قد فهو حرف
معناه نون التوقع وتقريب الفيل ويدخل الماضي والمستقبل فهمنا كما قال سبحانه وتعالى في الماضي ولقد علمتم الذين اعتدوا وقال في المستقبل قد يعلم الله المعوقين منكم استقبالا ورند فد مالين الله كما فوفتهم واما السين واختها وان سوف فكلتاهما حرف معناه التنفيذ وقد يستعملان بمعنى الوعد والوعيد فدول ولا سبور وهما يختصان بالدخول على الفيل المستقبل بيكون مضارعا ويخرجانه بنجلتين فيلو أن يكون للحال وفيلو نتي موجان للحال في مثل قولك زيد سيصلي أو الله سوف يصلي غدا فإن جعلتهما اسمين سأناني مبنون اسموجي كم سينو ولا سوف أدخلت عليهما التنوين لأن نان التنوين كما قال الشاعري ليت شعري وأين مني ليت إن ليتا وإن سوفا عناء ليت شعري هانين مرسو سو غندلا هانين مرسو يأندل وأين مني وأين مني فاهم فاهم وأين مني هتو يورتا من ليتو ويدي من ليتو هتو ليتو هتو إن ليتا يو وإن سوفا يو وأنا أنكو تنفر أو لهقته ولا سجن ما يفيل وتاء من يحدث كقول في ليس لست أنفس من جملة علامات الفيل اتصال تاء المتكلم بآخره وبه قد أستدل نرى على أن ليس وعسى فيلان لو فهم ليس يسا فيل كقولك لست أنفس وعسيت أن أخرج ومن علامات أيضا اتصال التاء الساكنة التي هي علامة فيل المؤنث بآخره تاء في آخره كقولك قامت وذهبت وبذلك أستدل على أن نعمة وبيس فيلان غير متصرفين نعمة وبيس كقولك نعمة المرأة هند وبيس المرأة نعمون فاهمين ومنه الحديث من توضأ يوم الجمعة لوتي على الجمعة فبها سنة ننجي ونعمة تارك ولا القواد ومن اغتسل فالغسل أفضل ودي يتوضأ معنا سليقو وضوء شرعي أيوه فسكن عليه السلام حتى النبي وجنجر كون نعمة ليدل على أنه أراد بها التأنيث لأن تقدير الكلام ومن توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة ومن وقف على نعمة في هذا الخبر بالهاء بأذن النعمة فقد لحن ورق النعمة فقد لحن وغليظ كالجوم على أن بعض من رواه فيها ونعمت وابن كبر حديثه ونعمت فجعل التاء ضمير المخاطب فاهمين بتسكين الميم جمع تسكين الميم وفتح التاء والمقصود في هذه الرواية والدعاء له دعاء نادي أون بدون بالتنعم يحب والنعم فإن اعترض المعترض سواء أفهمي فليدم ويه أنا وفي أويني مكفيل نيمة يعني بأن باء الجر قد وجدت داخل على نيمة وانو من دي عربي بأنني باء الجر نيمة كما هو كي عن بعض العربي حالنا مقا يوغي عربي يوتام ودي جومون بشيرة ببنتين أفهم فواجمة أفهمي دي وويلتنا أبي دبوران مسكي فقال فقيل له بيانا نعم الولد هي تاريخ بدو دب وقالوا والله ما هي بنعم الولد بنعمة جوننا نعمة وناني باه ويسا بنصرها جنجل دب فو أواو قبولال وبيرها ديجر ما كونو ديجي سرقة وجود فاهمين سبي أفهمي دي سورونكي نفقه والله ستاي نفقه مكو حكرام هاتمي النبي ويكو يو وجوان حكي ko hejar neddo mo ganda bite yo wallitor wujjude on kay on fal jawabu anhu anna al ba'a dakhalat ala ismi mahdhufin fil kalam wadde jabodde bieten ba onati ko inde momtande o tagdir ko ma hiya wonani o billeti ko on biddo yuqalu laha ni'mal walad ba onati ko alleti hiya nan ton ni'ma fudade ويروى ذلك من حبر عن الخليل أو كان ذا أمرا ذا اشتقاق إنه وقل أو كان ولا في الولاة أمرا كو يميروري ذا اشتقاق إنه كو جمسيكو تو نجوغي تو يلتي وانا أمر تو كد وون دو سيكا ناو كو نقول ساوي قلك مشتق من القول ساوي اضربك مشتق من الضرب ساوي اخرج مشتق من الخروج ساوي كلك مشتق من الأكل pour rentade اسمه في أمر كانوا تندين كو يميروري كون على اشتقاق
على سيك ومثله كوني وأدخل أن وانبسط أن واشرب أن وكل أن أي من جملة علامات الفيل أن يكون أمرا مشتقا من مصدر كقولك قم واقعد ألا ترى أنهما مشتقان من القيام والقعود والمقصود بقولنا مشتقا من مصدر فعند يكون مستقبل تو أفهمي تو نسيك مصدر فعند من هنكو عليه احتراز والمقصود بقولنا مشتقا من مصدر والاحتراز بهذه اللفظة ديدو كونغول من أسماء الأفعال التي هي صاه ومه وإيه ونظائرها لأنها صيغة أفعال الأمر إلا أنها غير مشتقة من مصدر كما قال ابن جلت باب الحروف